أروي لكم عن قصة للمصطفى إذ قام يوما في الجهاد منظما رص الصفوف كما الصلاة تصفهم فكأنهم بنيان سد أحكما. أروي لكم عن قصة للمصطفى إذ قام يوما في الجهاد منظما رص الصفوف كما الصلاة تصفهم فكأنهم بنيان سد أحكما. وتجول المختار بين صفوفهم فإذا بشخص بينهم متقدما قد غير الصف القويم خروجه. نظر الرسول إليه ثم تبسما وبعود غصن للصفوف أعاده وأعاد للصف القويم تقوما. قال الفتى في رقات وتمسكون يشكو إلى المختار منه تألما. آلمتني بالعود يا خير الورى فاستغرب الجمع الغفير همهما. ما ظنكم ماذا يكون جوابه هذا رسول حاز خلقا عظيما. فتأملوا في قائد ومجند قد أزهر الإسلام حبلا فيهما. هذا محمد كاشفا عن بطنه تفديه روحي مرسلا ومعلما. يعطيه ذاك العود دون تردد ويقول خذ مني القصاص مسلما. وإذا